من ساعة ما نزلت على انستجرام ان البودكاست هتقف لأجل غير مسمى نظرا للظروف الحالية، وكذا حد بعتلي وقال لي ارجع البودكاست تاني عشان كانت بتفيدهم وتساعدهم، وعشان حاسين ان هم محتاجين يفصلوا. مش هكدب عليكم، انا كمان البودكاست وحشتني، والتسجيل والإديتنج وحشني جدا، وكل حاجة وحشتني، ولكن كان مسيطر عليا ومازال لحد اللحظة اللي انا بسجل فيها دلوقتي احساس انه ما ينفعش اعمل اي حاجة احس انها بتدخلي ولو جرعة بسيطة جدا من السعادة والارتياح في وقت زي ده. ولكن قررت اني ارجع تاني وارجع حكاية التالت، يمكن نعرف نهون على نفسنا وعلى بعض اللي بيحصل. كان الله في عون اخواتنا في فلسطين، وارجوكم لا تعتادوا المشهد. مين فينا ما كانش مقبل على تجربة جديدة في حياته، وأول لما يبدأ يحكي عنها لحد يبدأ ينصحه إنه ما يتعلقش، وبتكون الإجابة الدبلوماسية وقتها ما تخافش، الموضوع لسه في الأول، أنا بجرب بس. وبعد فترة تكتشف إنك تعلق، ويبدأ الإحساس بالذنب وتأنيب الضمير يسيطر عليك، خاصة لو التجربة دي بقت بالفشل. وده بالظبط اللي حصل مع هنا كانت على أبواب علاقة عاطفية، كانت فاكرة إن هي ممكن تنتهي نهاية سعيدة، ولكن بعد فشل العلاقة دي هنا بدأت تلوم نفسها إنها ما سمعتش كلام صحباتها من الأول لما قالوا لها ما تتعلقيش. ولكن صحاب هنا نسوا يقولوا لها حاجة مهمة، وهي إزاي ما تتعلقش. الحقيقة إن صحاب هنا ما نسيوش يقولوا لهنا إزاي ما تتعلقش ولا حاجة، صحاب هنا نفسهم بيقعوا في نفس الفخ، وده لأن مفيش حاجة اسمها ما تتعلقش. الإنسان بطبيعته بيتعلق بكل شيء حواليه، بيتعلق بالأشخاص المتواجدين بشكل مستمر في حياته، بيتعلق بالأماكن، بيتعلق بكل حاجة، الصغيرة قبل الكبيرة، وده شيء طبيعي جدا. علشان كده مش المفروض هنا تحس بالذنب إنها اتعلقت، ولا المفروض نكون زي صحاب هنا بننصح بعض الناس إنهم ما يتعلقوش. أنا سلمى، والنهاردة التلات، وانتوا بتسمعوا حكاية التلات. حكاية التلات النهاردة مبنية على كتاب اسمه Attached، بيتكلم عن الاتاتشمنت ستايلز أو طرق التعلق وتأثيرها علينا وعلى علاقاتنا كأشخاص بالغين. وأول نقطة الكتاب تناولها واتكلم فيها هي إنه ربط ما بين طرق التعلق عندنا كأشخاص بالغين بالبارتنرز بتوعنا أو شركائنا في الحياة، وما بين طرق التعلق عند الأطفال بأهلهم. بمعنى أدق إن احنا كأشخاص بالغين بنتعلق بشركاء حياتنا بنفس الطريقة أو بطريقة مشابهة جدا للطريقة اللي كنا متعلقين بأهلينا بيها وإحنا أطفال. أنماط أو أشكال التعلق مختلفة، ولكن أشهر 3 طرق للتعلق هما السكيور اتاتشمنت التعلق الآمن، الافويدنت اتاتشمنت التعلق الاجتنابي، والانكشس اتاتشمنت التعلق القلق. السكيور اتاتشمنت ده بيمثل حوالي 50% من الناس اللي موجودة معانا على الكوكب، وهم غالبا بيكونوا الأشخاص اللي ما عندهمش مشكلة في التعبير عن مشاعرهم لشركاء حياتهم، ولا عندهم مشكلة ان هم يكونوا intimate. الانكشس اتاتشمنت أو التعلق القلق، وده بيمثل حوالي 20% من الناس، وبيعبر عن الأشخاص اللي علاقاتهم غالبا بتكون واخدة حيز كبير جدا من القلق عندهم، دايما بيقلقوا لحسن شريك حياتهم أو شريكة حياتهم يبطلوا يحبوهم أو يبعدوا عنهم. أما بالنسبة للأفويدنت اتاتشمنت أو التعلق الاجتنابي، وده بيمثل حوالي 25% من الأشخاص، واللي بينتموا للنوع ده غالبا بيكون عندهم مشكلة كبيرة في إن هم يعبروا عن مشاعرهم، دايما بيحاولوا يخبوا مشاعرهم عن شركاء حياتهم أو عن الناس اللي حواليهم، دايما بيحاولوا يبعدوا وبيحسوا إن أهم حاجة إن هم يحافظوا على البيرسونال سبيس بتاعهم، وإن أي relationship أو friendship هيدخلوا فيها دي بتأثر أو بتهدد البيرسونال سبيس بتاعهم. مش نوع رابع، ولكن في ناس بتكون ماكس ما بين الاتنين، بتكون anxious avoidant قلقين واجتنابيين في نفس الوقت. هنتكلم عن كل نوع من أنواع التعلق وإيه صفاته، وإزاي طرق التعلق دي بتساعدنا في الريليشنشيبس بتاعتنا، وإيه اللي ممكن نعمله لو إحنا secure، لو إحنا anxious، لو إحنا avoidant، عشان نطور من الريليشنشيبس والفريندشيبس بتاعتنا للأفضل. قبل ما أبدأ أتكلم عن كل نوع، في كام حاجة كده حابة أستيتد وأقولها. Dependency is not a bad word. الاعتمادية مش حاجة وحشة.
احساسنا ان احنا محتاجين نعتمد على حد او على شيء ده احساس valid 100%، طالما الاحساس ده مش بيأذيني وطالما الاحساس ده مش بيأثر عليا بالسلب. تاني حاجة هي ان attachment needs aren't just for children. الاحتياج للتعلق ده مش بس حاجة للأطفال. تالت حاجة عايزة أقولها إن مفيش حاجة اسمها طريقة تعلق صح أو attachment style صح و attachment style غلط. كل حد فينا بيتعامل بطريقة مختلفة. المفروض نعرف احنا بنستخدم انهي طريقة ونشتغل على نفسنا ان احنا نوعي نفسنا اكتر ونوعي شركائنا واصدقائنا بطرق تعلقنا. رابع واخر حاجة هي ان واحد من اصل 4 اشخاص بيغير الاتاتشمنت ستايل بتاعته او طريقة التعلق بتاعته مع الوقت، وكتير ده بيحصل معاهم من غير ما ياخدوا بالهم ومن غير ما يكونوا مدركين. طيب ازاي نعرف الاتاتشمنت ستايل او طريقة التعلق بتاعتنا وبتاعت البارتنر بتاعنا؟ في 2 كويزز موجودين جوه الكتاب بتاع Attached هيساعدوكم ان انتوا تعرفوا الاتاتشمنت ستايل بتاعتكم وبتاعه البارتنر بتاعكم. تقدروا تعملوا سيرش عليهم على جوجل وهتلاقوا اللينكس بتوعهم عندي على الانستجرام بتاع حكاية التلات. بس معلومة بسيطة ان الاتاتشمنت ستايلز او طرق التعلق هما مبنيين على عاملين اساسيين بيحددوا الطريقة بتاعه التعلق بتاعتنا، وهي درجة تهربنا من مشاعرنا ودرجة القلق عندنا ان شريكنا يبطل يحبنا او يقرر يسيبنا. معظم الكتاب موجه للناس اللي عندهم insecure attachment styles ايا كانت بقى هي avoidant او anxious، بس خلونا نبدأ بالanxious attachment style او طريقة التعلق القلق. في الشابتر اللي الكتاب بيتكلم فيه عن التعلق القلق مسميينه living with a sixth sense of danger، الحياة بحاسة سادسة من القلق. وده تقريبا أبسط وأشمل تعريف لأصحاب الأنكشس اتاتشمنت في العلاقات. دايما عندهم الإحساس إن هم في خطر، إن علاقتهم دي مهددة إن هي تنتهي في أي وقت، إن كل خلاف وكل عدم توافق في رأي بيحصل ده هينهي العلاقة. طيب ايه هي صفات الاشخاص اللي بيتميزوا بطريقة التعلق القلقة؟ دايما بينطوا للكونكلوجنز ودايما بيسبقوا الاحداث في دماغهم وبيبدأوا يبنوا مواقف وسيناريوهات بناء على ده. في معظم الوقت بيلاحظ كويس جدا لو طريقة الطرف التاني او شريكهم اتغيرت معاه، وبيتميزوا كمان ان هم عندهم درجة عالية من السنسيتيفيتي او الحساسية. وفي معظم الاوقات اي خلاف في العلاقة بيتجه الشخص الانكشس ان هو عشان يحل الخلاف ده يعمل كل شيء بوسعه عشان يرجع لنفس درجة القرب او للكومفورت زون اللي كانت ما بينه وما بين البارتنر بتاعه او ما بين الطرف التاني في العلاقة. وده بيخلينا نتوقع حاجة من الاتنين. الشيء الاولاني ان هو البارتنر او الطرف التاني يستجيب. في الحالة دي الشخص الانكشس او الشخص القلق بيرجع لطبيعته والامور بتبدأ تهدى. اما في الحالة التانية ان الشريك او البارتنر بتاعه ما يستجيبش ويحس ان في عليه ضغط وانه محتاج سبيس. والسبيس دي اكتر كلمة مرعبة لمعظم الاشخاص القلقين، واللي بيحدد انهي سيناريو منهم اللي هيحصل هو الطرف التاني مش الشخص القلق. هل هو سكيور وهيتفهم احتياجات شريكه او احتياجات الطرف القلق، ولا هو افويدنت واجتنابي ومحتاج دايما يحس ان هو عنده السبيس الخاص بتاعه؟ لو انا شخص قلق ازاي اقدر اصلح من نفسي؟ اول حاجة محتاج تعرفها لو انت شخص قلق ان انت مش محتاج تصلح من نفسك، لان انت ما عندكش عيوب، ولكن اللي انت محتاجه هو انك تفهم طريقة تعلقك وطريقة التواصل بتاعتك، وتبدأ تتواصل وتتكلم مع شريكك او مع الاشخاص اللي حواليك وتفهمهم متطلباتك في العلاقات ايه. على سبيل المثال لازم تكون متصالح مع فكرة انك كشخص قلق هتحتاج assurance من شريكك او هتحتاج تأكيد من مشاعر البارتنر بتاعك. لازم توصل ده للبارتنر بتاعك ولازم تعرفه الطريقة اللي انت حابب ان الاشورنس او التأكيد ده يوصلك بيها. خلونا نتفق اتفاق ان في مقولتين لازم نستغنى عنهم ولكن بقدر محدد، وهما ان الاهتمام ما بيطلبش، لان الاهتمام بيطلب عادي جدا وكل واحد فينا بيهتم بطريقته. لكن انا لو عندي طريقة معينة احب ان البارتنر بتاعي او اصحابي يهتموا بيا عن طريق الطريقة دي، فالافضل ان انا اعرفهم الطريقة دي، لان زي ما بيقولوا الناس مش هتشم على ظهر ايديها احنا عايزين ايه. تاني مقولة وهي مقولة if they wanted to they would، لو كانوا عايزين كانوا عملوا.
وفي وجهة نظري ان مش دايما المقولة دي صح لنفس الأسباب. يعني مثال، يسرية لما قالت لإبراهيم انها عايزة ورد ما غلطتش. ممكن ناس كتير تقول لإبراهيم لو كان عايز يجيب ليسرية ورد كان جاب لها ورد من نفسه، بس على فكرة إبراهيم ما كانش عارف ان يسرية عايزة ورد، وأول لما طلبت منه راح جاب لها الورد. فده بيعلمنا ان احنا لازم نتواصل مع شركائنا، ولازم نعرفهم احنا بنحب ايه وبنحبه ازاي. تنويه بسيط كده وديسكليمر على الماشي ان الكلام ده موجه للعلاقات القائمة بالفعل، مش العلاقات اللي لسه بتبتدي. عشان لو في علاقة لسه بتبتدي وفي طرف ما بيقدمش اي نوع من انواع الاهتمام، يبقى run my dear friends. طيب لو انا شخص anxious وعملت زي ما يسرية عملت، واتكلمت مع البارتنر بتاعي مرة واتنين وفهمته انا بحب ايه وما بحبش ايه، وفهمته مخاوفي في العلاقة بتاعتنا ايه، ومحدش استجاب، البارتنر ما استجابش، اعمل ايه؟ في الحالة دي اظن ان انت محتاج تعيد تفكير تاني في مستقبل العلاقة دي، ودي حاجة محدش بيقدر يحددها الا الطرفين اللي جوه العلاقة. الكلام اللي فات كله كنت موجهة كلامي للشخص القلق. دلوقتي انا بوجه كلامي للشخص اللي في ريليشنشيب مع الشخص القلق. تعمل ايه لو انت في علاقة مع شخص anxious او شخص قلق؟ لو انت في علاقة مع شخص قلق لازم تكون مدرك انه شريكك محتاج منك assurance، محتاج منك تأكيد من مشاعرك انك بتحبه وان مشاعره تجاهك ما تغيرتش. ولازم تكون مدرك ان شريكك محتاجك تكون واضح معاه وضوح تام، حتى لو صدر منه اي موقف ضايقك او زعلك انت محتاج انك تتواصل معاه وتتكلم معاه. وده يوصلنا لنفس النقطة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية، وهي الeffective communication أو التواصل الفعال. إن التواصل الفعال أو الeffective communication هو أفضل طريقة إن احنا نحل بيها معظم خلافاتنا والdisagreements بتاعتنا ما بين أي طرفين في أي نوع من أنواع العلاقات، سواء كانت علاقات عاطفية أو كانت صداقات. نصيحة أخيرة لأصحاب anxious attachment styles: لو بس استنيت شوية قبل ما ترياكت وتسبق الأحداث، هيبقى عندك قدرة غير طبيعية إنك تفهم العالم حواليك. دي كانت حكاية النهاردة من حكايات التلات، ولكن كلامنا عن الاتاتشمنت ستايلز لسه مخلص. هنكمل كلامنا التلات الجاي بحكاية جديدة من حكاية التلات. دمتم بخير، ولا تعتادوا المشهد في غزة. صلواتنا ودعواتنا مع غزة.